الأكلة دي من الأكلات السهلة البسيطة جدا اللي أنا بعملها كذا مرة في الشهر، لأن بصراحة ما بتاخدش وقت معايا وبتنقذ معايا الأوقات الصعبة اللي أنا ما عنديش فيها أكل، فبعملها بسرعة لأن هي بنفذها في 5 دقايق. معقولة يا هلا بتنفذها في 5 دقايق؟ دي ما بتاخدش وقت خالص، وبصراحة من الأكلات السهلة الجميلة المغذية جدا. وعلى فكرة الأكلة دي بتنفع جدا في المصايف، لأن ممكن تعمليها سندوتشات وتاخديها معاك البحر، او ممكن تغمزيها زي هاله كده بالعيش البلدي، ما اقولكمش على الجمال والحلاوه. ممكن جنبها كده طبق باذنجان مخلل وشويه بطاطس مقليين، واديك يا ستي عملتي احلى غدا في 5 دقايق، وبطريقه سهله وبسيطه جدا جدا، واكله مغذيه جدا جدا. واحنا دايما نقول ايه؟ اهم من الشغل تنظيم الشغل. يلا نسمي بالله وننظم شغلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا يا ستي المكونات بتاعتنا عباره عن ايه؟ طبق لحمه معصجه و6 بيضات بلدي. البيض ده بيرجع لك انت، مش لازم 6 على فكره، ممكن بيضتين 3 4 وبيض مزرعه الموجود عندك استخدمي. وده طبق ايه؟ لحمه ايه؟ معصجه. زي ما انتم عارفين اللي متابعيننا على القناه عارفين ان انا بعصج اللحمه وبشيلها مكيسه عندي في الفريزر، ومنين ما بحتاج اعمل وصفه فيها لحمه معصجه بسحب الكيس كده واسيبه لما يفك بره وبستخدمه على طول. فاحنا ايه؟ تعالوا نشوف هننفذها ازاي. انا هنا جايبه طاسه وهنزل بمكعب سمنه بلدي كبير. ايه المكعب ده يا هلا؟ برضو اللي متابعيننا على القناه واللي شافوني وانا بسيح الزبده عارفين ان انا بسيح الزبده وبحطها في صواني وبحطها في التلاجة، وبعد كده اقطعها مكعبات واكيسها في اكياس وبحطها في حافظه التلاجة وبسحب منها. تمام؟ فعشان كده بقول لكم مكعب سمنه بلدي مش معلقه. المهم ايه؟ نزلت بالمكعب سمنه بلدي كده في الجريلا، في الطاسه، في طاسه المونيا اللي عندك يا ستي. هسيبها لما تسخن قوي. تمام كده؟ المهم ايه؟ اول ما الاقي ايه السمنه سخنت معايا، ممكن تعمليها بزيت، ده براحتك انت على فكره، المتاح عندك استخدمي، ما تقفيش، ما تخليش حاجه تقف قدامك. جبت طبق اللحمه اللي معصجه ده وهنزل بيه ايه على السمنه البلدي كده، هشوحه شويه. وعلى فكره الطبق ده ما كانش كبير على فكره، دي كانت اخر كميه عندي من اللحمه ايه المعصجه في الفريزر، لان انا دايما زي ما بقول لكم كل مدى كده ايه اجيب كيلو كده واعصجه واقسمه 4 اكياس او 3 اكياس وارميه في الفريزر. من الاكلات اللي بينفعني في اوقات كتيره جدا. هعمل مكرونه بشاميل ماشي، هحشي صينيه قلاش ماشي، هعمل كده طاسه لحمه معصجه ماشي. بينفعني كتير، بينفعني بصراحه في الاوقات، والاوقات اللي هي ايه ما عنديش وقت ان انا لسه هعصق لحمه لا، بتبقى معصجه وجاهزه. المهم ما اطولش عليكم في الكلام، انا هقعد كده اشوحها شويه في الطاسه. وانا نسيت اقول لكم ايه، اللي ما حطش اللايك تحط لي اللايك عشان الفيديوهات توصل لكل الناس. الاكله دي بعملها كذا مره في الشهر بصراحه، لان من الاكلات اللي بنحبها جدا جدا. المهم ايه؟ هقعد كده اشوحها شويه عشان ايه بقى؟ البصله واللحمه تتشرب من بعضيها وتتحمر معايا وما تنشفهاش قوي، عشان ايه؟ ما تبقاش العصاج ناشفه معاكي، احنا عايزينها ايه؟ تبقى جوسي شويه. بعد كده انت بتعملي ايه يا هلا؟ انت قاعده تخرمي في الطاسه؟ لا يا ستي، انا بعمل فتحات بعدد البيض اللي معايا. وانا قلت لك مش لازم 6 بيضات، ممكن 2، ممكن 3، ممكن 4، ممكن 10، ده براحتك انت. انا هعمل 6، وده بيض بلدي، انت ممكن تستخدمي بيض ابيض اللي هو بيض المزرعه، ده براحتك خالص. الفتحات دي يا ستي دي الاماكن اللي ايه هكسر فيها البيض. تمام كده؟ زي ما انتم شايفين كده انا كده ايه عملت فتحات للبيض ايه عشان اكسر ايه مكانه البيض. وما بنحطش ملح ولا اي حاجه، لان العصاج فيه كل حاجه، في الملح والتوابل وكل حاجه. تمام كده؟ يعني الاكله دي لا فيها ملح ولا فيها حاجه خالص. المهم ايه؟ انا هكسر بقى ال6 بيضات في الفتحات ال6 اللي انا عملتها. فانا بصراحه بحب ايه؟ بياض البيض هو اللي يستوي، واحب الصفارات تكون طريه شويه. انت براحتك، بتحبي تسويه بتسوي الصفاره عن الاخر، ده براحتك. فانا بوطي النار عشان بياض البيض يستوي كويس والصفاره ايه تبقى طريه شويه. فانا بقول لك برضه ده بيرجع لك انت. فانا حاليا دلوقتي موطيه النار عشان ايه البياض يستوي كويس قوي والصفاره تقعد طريه شويه. انا مش هحط معاكم دلوقتي الا ايه الفلفل الاسود على البيض فقط، لا حطيت ملح ولا اي حاجه.
شايفينها ازاي سهله ازاي؟ ادينا عملناها في 5 دقايق، ما خدتش معانا وقت خالص. اكله جميله جدا جدا. تخمزيها بعيش بلدي يا ستي ماشي، تعمليها سندوتشات لاولادك ماشي، ده براحتك خالص. بصراحه من الاكلات الجميله اللي انا ما بشبعش منها. انا عن نفسي هاله عايزه اعملها كل يوم واكل منها كل يوم، مع شويه بدنجان مخللين، مع شويه بطاطس مقليين، واديك يا ست عملت اكله حلوه جدا، وبيمشي معاها الكاتشب بيبقى طعمه حلو جدا. المهم ايه؟ ادينا عملنا بطريقه سهله بسيطه. مش انا بقول لكم في 5 دقايق هتعملي الغدا في 5 دقايق؟ ادينا يا ست عملناها في 5 دقايق. ما اقول لكمش على الجمال والحلاوه. بص حاجه كده من الاخر، حاجه وانت بتاكليها كده بتحسي بسعاده. طعمها حلو جدا جدا جدا، ومغذيه جدا جدا، وسهله جدا جدا. ايه هلا كل جدا جدا. المهم ايه؟ هقول لكم ايه، اعملوها وسهله وبسيطه، وما تنسوش تدعموا باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس.